اليوم جيت نحكي لكم واحد القصة ديال واحد الولد اللي عاش واحد الحياة مأساوية في واحد الحومة بسيطة وشعبية. كان يعيش واحد الدري سميتو ياسين مع الأم ديالو. ما كانش كيعرف باه حيت مات وهو باقي صغير. أمه كانت خدامة في الديور وكتنقي وكتخدم من الصباح حتى الليل باش توفر ليه الماكله والقرايه ديالو. ياسين كان واحد الدري اللي متخلق ومتربي، وكان ديما ساكت وكيضحك واخا الظروف اللي عايش فيها كلها. وكان كيمشي للمدرسه بحوايج مقطعه، الشكاره مقطعه، ولكن كان كيقرا مزيان حيت كان باغي يوصل وكان باغي يعوض الام ديالو على داكشي اللي دوزو كامل. وكان الحلم ديالو يولي طبيب باش يعالج الام ديالو اللي كانت مريضه ومريضه بزاف. واحد النهار من النهارات رجع ياسين من المدرسه بكري حيت كان حاس بان شي حاجه غادي توقع، وكان كيشوف بان داك النهار ما كانش ماشي عادي. دخل للدار وغوت ماما ماما ماما، ولكن ما جاوبو حتى واحد. دخل لقاها طايحه في الارض ساكته وما كتتحركش. بدا كيحاول يفيقها وكيعيط ماما 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 وكيبكي، ولكن والو. الام ديالو ما جاوباتوش كاع. جاو الجيران كيجريو سمعوه من الغوات ديالو، جاو هزوها داوها للسبيطار. بطبيعه الحال السبيطار العمومي، ولكن الطبيب قال لهم خساره وصلتوها متاخره. مسكينه كانت مريضه بزاف وكتخدم وما عمرها ما قالت لشي واحد. من داك النهار تبدل كل شيء. ياسين ما بقاش كيمشي للمدرسه ولا جالس غير في الدار ومقابل امه، كيمشي كيخدم وكيحاول انه يوفر القوت اليومي لامه وليه. واحد النهار في الطريق وهو لقى واحد الراجل اللي باينه فيه راجل طيب وهدو رحمه. تلاقاه وقفوا، بدا كيسولو مالك ولدي شنو وقع لك، علاش هكذا؟ قال له انا كان الحلم ديالي انني نولي طبيب، وكنت كنقرا وكنت من الاوائل في المدرسه، ولكن مع الاسف الام ديالي مرضت بزاف وهزيتها للطبيب، والطبيب قال لنا ما خاصهاش تبقى تخدم. داكشي علاش سمحت في القرايه ديالي واضطريت انني نخرج نخدم باش نصرف على ماما ونصرف على راسي. تأثر داك الراجل بزاف وشد داك الولد وعنقو، قال له يلا معايا ديني لداركم. مشى معاه للدار، لقى الام ديالو مريضه وناعسه. سولها، عاودت له مسكينه على كل شيء وكيفاش مات الاب ديالو وكيفاش خلاه صغير يلاه تزاد. الراجل تأثر بزاف وقال لهم من لهنا للقدام انا هو الكفيل ديالكم. طلب من الولد يرجع للمدرسه يقرا يكافح يحقق داكشي اللي بغا ويوصل للمنصب اللي تمنى. الام داها للطبيب عالجها، خدات احسن العلاج، تكفل بجميع العلاج ديالها وجميع الادويه. مع المده كبر الولد، حقق داكشي اللي بغاه، كان كياخد علامات ممتازه في المدرسه. وصل الوقيته اللي خدا فيها البكالوريا. من مور البكالوريا خداها بنقطه مزيانه، مشى كيدوز الكونكور او الامتحان
ديال الأطباء. دوزو والحمد لله نجح فيه، ودخل قرا الطب وعوض الأم وتخرج ورجع الطبيب، وعوض الأم ديالو على داكشي اللي فات كامل، وما عمرو نسى الخير اللي دار فيه داك السيد. وولا فوق ما كيلقى شي وليد في الشارع كيخدم، كيحاول انه يساعده ويوقف معاه ويحقق الحلم ديالو كيف ما هو حقق الحلم ديالو. حتى لهنا تكون القصة ديال الشاب ياسين سالات، وما عمر الواحد يفقد الامال في الحياة، حيت ربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان. السلام عليكم، ونتلاقاو في قصة جديدة بإذن الله.